شوقنا الدماء نموت ويحيا الوطن. ولا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها. نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا لمجد الزمن. لقد سارقت بعروقنا الدماء نموت ويحيا الوطن. بالروح بالدم نفديك يا اتحاد. 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 شادين في حقوق الشغالين. 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 الإدارة عمومية والحياد ماهوش مزية. 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 شغل حرية كرامة وطنية. شغل حرية كرامة وطنية. شغل حرية كرامة وطنية. شغل حرية كرامة وطنية. بياني تحية نهائية. في البداية أحب الأخوة عديد مناضلين من عديد قطاعات: قطاع البنوك، قطاع السكة، قطاع دول الموانئ الظهرية البحرية، قطاع المعادن، وعديد المناضلين. الأخ محمد العزعوزي مناضل من الجبهة الشعبية، مناضل وطني ديمقراطي. الأخ الحبيب قربع مناضل تقدمي ويعني له بصمة في مقاومة الدكتاتورية منذ يعني سنوات الجمر. في البداية نحب خياننا في عديد جهات دخلوا توا في إضراب معاكم، في قفصة، في تطاوين، في مدنين، في بوزيد. اليوم عديد جهات في تحركات نضالية بعد التحركات السابقة، واللي تأتي على خلفية يعني المنحة متاع وزارة الإشراف والسلطة الحاكمة والحزب الحاكم، وهو زرع عناصر نهضوية داخل المرفق العمومي، عناصر ليس لهم حتى علاقة بالإدارة. انتمائهم الوحيد والهوية متاعهم الوحيدة أنهم ينتميوا لحركة النهضة. عناصر يعني ريناهم في عديد المحطات النقابية والنضالية كيف تحولوا إلى عصير الحزب الحاكم لضرب القوى الديمقراطية والتقدمية. هذا الانتداب اللي الهدف متاعه اليوم كما الأهداف الأخرى متاع الحزب الحاكم، وهو اليوم تطويع الإدارة واختراق الإدارة وتحويل هؤلاء إلى مخلب لحركة النهضة، أولا لضرب حياد الإدارة، ثانيا لترهيب أبناء شعبنا، وثالثا تحويلهم إلى أدوات من أدوات حركة النهضة لضرب العمل النقابي، بل لتجفيف منابع الحركة النقابية. نعتبر أنها الموجة هذه نتاع الانتدابات في عديد قطاعات أن الانتدابات هذه واخذة بعد حزبي واضح. انتدابات اليوم تضرب حق المساواة في العمل، انتدابات اليوم تضرب حق أبناء شعبنا في العمل على كافة اليوم المجالات. الانتدابات هذه اللي الاتحاد والحركة النقابية ومنظمي الاتحاد بين موقفهم اللي نعتبرها انتدابات تضرب قانون الوظيفة العمومية، تضرب المساواة، وتعمل على حرمان أبنائنا وأبناء التجهيز من حقهم في الانتدابات هذه. خياني احنا اليوم عندنا أكثر من أسبوعين واحنا في محطات نضالية من أجل الدفاع على حياد الإدارة، من أجل الدفاع عن الحق النقابي، ومن أجل اليوم سد الباب أمام محاولات الحزب الحاكم
لتطويع اليوم مفاصل الدولة، لتطويع اليوم المرفق العمومي لأهدافهم الحزبية الضيقة. الأهداف هذه اليوم اتفضحت باب الكاشف، اللي هي طائفة النهضة وليست حزب، هي طائفة وملة وعصابة اليوم تعمل بكل الطرق على تكريس مشروع استعماري صهيوني يعمل اليوم على مزيد تفقير شعبنا وتحويل بلادنا إلى مرتع للبنوك العالمية النهابة، وتحويل بلادنا اليوم إلى مصالح للصهاينة، وتكون منطلق نحو حتى تصدير الموت إلى سوريا. اليوم الحركة هذه الهدف مش اليوم تطويع الإدارة، الهدف هو تكريس مشروع لا يختلف على مشروع بن علي، مشروع العمالة والخيانة والتواطؤ، مشروع بيعاني البلاد. كل مجالات اليوم البلاد قاعدين يبيعوا فيها، كل القطاعات قاعدة تتباع وقاعدة تصفى وقاعدة تتدمر على اليوم مرأى ومسمع من ما يسمى المجلس التأسيسي، اللي الهدف متاعه هو يغور على الأموال، الهدف متاعه الجشاع والنهب، الهدف متاعه الترفيه في المنح متاعه، الهدف متاعه الترفيه في مرتبات متاعه في وقت أبناء شعبنا جيعانين. الشعب جيعان غير قادر على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة. ولينا في القناة الثانية طفل صغير يبكي، قالوا شو الأمنية بتاعك؟ احتضن الأم بتاعه وبكى، الأمنية بتاعي سبادري في وقت هذه المؤسسة اللي تذكرني مؤسسة بريمر، مؤسسة ما يسمى المجلس التأسيسي بتاع الإمهات. اليوم الهدف بتاعهم تطوير المشاور بيزيدوا عام وعامين من أجل مزيد من بيعان البلاد وإخضاع البلاد. ريناهم اليوم كيف يتعاملوا معنا بعقلية الغنيمة، عقلية الغنيمة أيها الأخوة، عقلية الغنيمة، لأنهم ليس لهم الهدف غير خدمة مصالحهم، لأن ما عندهم حتى علاقة بالوطن هذا، ما عندهم حتى علاقة بالشعب هذا، ما عندهم حتى علاقة ببلادنا وموروث النضالي والتقدمي اللي كانوا محتضنتها من الإمبريالية والاستعمار. يريدون اليوم أن يكرسوا مشروع الهدف بتاعه تركيع الشعب هذا اللي هو ساهم في مقاومة الدكتاتورية وساهم في ترحيل المخلوع. اليوم الحكومة هذه اللي هم أطراطر بتاع حركة النهضة، ما ثمش حكومة اليوم، ثم حزب ذو بدائل رجعية معادي لشعبنا، معادي لقوماته، معادي لتاريخه، يريد اليوم أن يكرس مشاريع. ريناها اليوم المشاريع هذه، ريناها اليوم كيفاه الشعب هذا يعاني في الأرياف، رينا كيفاه شعبنا اليوم وقواها العاملة والطبقة الكادحة، قواها الديمقراطية والتقدمية تكتوي في نار الاستبداد والقمع. نراه اليوم كيف أحرارنا يقع تجريم الثوار في جربة، الثوار في جربة 10 شباب أيها الأخوة حاكموهم 100 عام سجن، كل واحد 10 سنين. لماذا؟ لأنهم ذنبهم وحيد أنهم انتفضوا ضد بن علي، ذنبهم وحيد أنهم ضربوا مؤسسات القمع والثراء في عهد بن علي. اليوم قاعدين يجرموا في شبابنا في جربة، كما يحاولوا أنهم يجربوا حق الإضراب في هذا الدستور. الهدف متاعه هو غطاء الدستور هذا، هو غطاء لتكريس الاستبداد والظلم والقهر والتفقير والتجويع. وبالتالي عندما نقول هذه المؤسسة أصبحت مؤسسة تأمعات، مؤسسة لا شرعية لها، غير اليوم بيعاني البلاد، غير تفقير البلاد، غير تجويع ابناء الشعب وتحميلنا خيارات ما عندنا فيها لا ناقة وجمل. في الإطار هذا خياني هذه الصورة تعتبر حالك، لكن ثم الجانب الآخر في النضال. نرى شعبنا قاعد يقاوم، نرى أهالينا في الحيشة قاوموا، في شبليانة قاوموا، في عقارب قاوموا، في سيلانة قاوموا. الحكومة الشرعية جدا ردت عليهم بماذا؟ ردت باقتحام الديار، ردت بالاعتداء على النساء والحراير، ردوا بالرش في سليانة، وردوا باقتحام الديار في عقارب، وردوا بإهانة أحرارنا وحرايرنا. هذه الحكومة هم حكومة العمالة والخيانة، حكومة الاغتيال، حكومة اليوم اللي اغتالت رموز النضال الوطني والديمقراطي،
الحكومة اللي ساهمت بروابطها المجرمة، روابط حماية الثورة يحبوا يدخلوهم هنا. الروابط اللي ساهمت في تجريج الجوامع ضد الرفيق شكري بالعيد. الروابط اليوم اللي تجيش في الجوامع والأئمة لتكفير النضال وتكفير الديمقراطية ولاستعباد المرأة ولقهر الشعب هذا. اليوم الروابط هذه يحبوا اليوم يدخلوهم الإدارة. فيهم عنصر الجماعة هذه تعمل حزب التحرير، يعني نفرض دولة الخلافة، يعني منهم عنصر اليوم يحب يدخل هنا لا يامن لا بالديمقراطية لا بحرية لا بنقابة، يعتبر يامن كان دولة الخلافة ويعتبر أن الديمقراطية والحرية هي بدعة وهي حرام. اليوم يحبوا يدخلون عناصر عمرها أكثر من 54 عام، الهدف متاعهم هو اختراق الإدارة، والهدف متاعهم تحويلهم إلى أدوات من أدوات حركة النهضة. هذه الحركة المورطة في اختيار رفيقنا شكري بالعيد، هذه الحركة المورطة في اليوم هدر دم المناضلين والوطنيين والديمقراطيين، هذه الحركة اللي منذ تثبت وهي اليوم تعنف وهي ترهب وهي تقمع وهي تجوع، لأن الهدف متاعها هو لا يختلف خياراته، لا تختلف عن نظام بن علي. كل البرامج من والد تيمة بتاع بن علي اليوم قاعدة تكرسي في البلاد وقاعدة تطبق في البلاد. ماذا تغير في وضعنا؟ الشروط اللي خلتنا ننتفض على بن علي اليوم الشروط نعيش أتعس منها. اليوم وضعنا أتعس من الوضع ما قبل 17 ديسمبر. الشروط اللي خلتنا احنا ننتفضوا في ديسمبر وفي 8 وفي الحوض المجري هي الشروط اليوم اللي تخلي شعبنا سيقاوم الحكومة هذه ويقاوم الحزب هذا الحاكم ويقاوم الدكتاتورية الاستبدادية التي تريد أن تضع يدها على المجتمع وتغير حتى نمط الحياة، حتى نمط المجتمع، حتى موروثنا التقدمي، موروثنا الديمقراطي اللي تكرس وتشكل عبر مصلحين كما محمد علي الحامي والطاهر الحداد والرابطة والنساء الديمقراطيات والحركة النقابية يريدون اليوم وحشاد شهيد الوطن اللي المجرمة الظلاميين اللي الذاكرة نتاعها مثقوبة 4 ديسمبر، ذكرى استشهاد الزعيم الوطني 4 ديسمبر ريناهم كفاه، 4 ديسمبر ريناهم كفاه، هجموا على الاتحاد. 4 ديسمبر جندوا المشيات نتاعهم، جندوا اليوم يعني عناصر إجرامية متخلفة بالدين واعتدوا على المنظمة في فكرة لم يتورع بن علي، لم يتورع بن علي ثلث ربع قرن أو أقل أنه يعتدي على مقر المنظمة. اعتدوا على مقر المنظمة واعتدوا على مقرات الاتحاد، بل أن مرماوا القمامة على مقرات الاتحاد. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالعمل النقابي، لأنهم يعتبروا أن العمل النقابي بدعة وخرافة، لأنهم يؤمنون برأس المال، لأنهم يقدسوا رأس المال، لأنهم يقدسوا قطر ويقدسوا البنوك النهاب العالمية ويقدسوا اليوم مصالح فئات وطبقات هي الفئات والطبقات في عهد بن علي اليوم عفوا عليهم. شفيق جراية شفيق بنانا اليوم ولا يعطي في دروس حول الوطنية، حول وطنية رأس المال في تلك القناة الوطنية، القناة الأولى، قناة اللي منصبين عليها مديرة بحرون اللي هي مثل نظام بن علي. اليوم ولا شفيق جراية يعطينا في دروس حول الوطنية. بالروح بالدم نفديك اتحاد، بالروح بالدم نفديك اتحاد، بالروح بالدم نفديك اتحاد. عاش الاتحاد. وينهم اليوم؟ 400 لص، 400 اعراف ما يسمى العمايل، 400 واحد عفوا عليهم، الثمن هو تحت الطاولة. ادخل الى حمام النهضة تولي نضيف، ادخل لحمام الاخوان تولي نضيف، واللي ما يدخلش الحمام النهضة اليوم يتعاملوا معاه بمنطق انتقائي. وبالتالي هذه الحكومة وهذه الحركة هذه الملة هذه الطائفة بالنسبة لي نحن علاقتنا بهم ليست علاقة حوار، هو علاقة تناقض، هو تناقض ما بين مشروعين اليوم. المشروع الوطني الديمقراطي التقدمي اللي حلمنا به منذ محمد علي الحامي، فرحات حشاد، شهداء الحركة النقابية والوطنية والحركة الطلابية والتلمذية، ومشروع اليوم مدعوم من قطر والسعودية والأمريكان، مشروع ريتوه اليوم المسماح من خلال حياتنا اليومية، من خلال قفتك يا مواطن،
من خلال صحتك وتعليمك وحريتك وديمقراطيتك. هذا هم اليوم ما عندهم حتى علاقة بالإسلام، ما عندهم حتى علاقة بالدين. هؤلاء عملاء، هؤلاء حتى في الدستور رافضين يجرموا التطبيع. الغنوش اليوم رافض يجرم التطبيع، بل انه يجرم في حريه الابداع، حريه الفكر والحريه اليوم النقابيه. نعم رافضين انهم يجرموا التطبيع لانهم اليوم هم ادوات من ادوات المشروع الصهيوني الامبريالي في المنطقه العربيه. ودور قطر تلك الاماره برميل النفط، هذه قطر برميل النفط، هذه قطر اللي ذلك الطرطور يقول من يتطاول على قطر. لنا شرف ان نتطاول على ذلك البرميل، لنا شرف ان نقاوم المشروع القطري، لنا شرف ان نقاوم المشروع السعودي. ذلك الطرطور، ذلك الطرطور اللي هو اداة من ادوات اليوم الامبرياليه والاستعمار، يهدد في القوى الديمقراطيه والوطنيه اللي اكتوته بنار بن علي وبرقيبه. ذلك الطرطور الذي يملك ولا يحكم. شعب تونس شعب حر، لا امريكا ولا قطر. شعب تونس شعب حر، لا امريكا ولا قطر. شعب تونس شعب حر، شعب تونس شعب حر، لا امريكا ولا قطر. اليوم بكل وقاحه، بكل وقاحه اليوم يهدد في شعبنا، يهدوا اليوم بالقانون ويحكي على تطاول على قطر، اللي قطر هذه تمثل برميل. يعني احنا عمرنا اكثر من قطر، عمر اليوم بقولكم عمر اكثر من قطر. صنعها صنيعه الاستعمار والامبرياليه. من المعلم الزمن الرديء ان اليوم الشيخ حمد اللي انقلب على ابوه، الشيخ حمد اليوم اللي يرمي في الاف المليارات في بريطانيا وفي امريكا وفي المانيا، ثم ان يكرسلنا عقليه تسول يعطي 4 بيوت جمعيات خيريه، لان يريدون ان يحولون الشعب هذا الى شعب متسول. الحرة تجوع ولا تاكل من ثدييها. الشعب اللي قاوم بن علي واللي قاوم الدكتاتورية، الشعب هذا سيقاوم من اجل حقه في الحياة، من اجل العدالة الاجتماعية، من اجل التوزيع العادل للثروة، من اجل الديمقراطية الحقيقية، من اجل التنوع والتعدد على قاعدة مشروع وطني ديمقراطي تقدمي معادي لمن؟ معادي للاستعمار والصهيونية والرجعية العربية. العركة مش معركة انتداب يا الاخوة، العركة اليوم ما بين مشروع اليوم امبريالي صهيوني رجعي وما بين مشروع وطني ديمقراطي. الاخوين بكل قاعدين يقاوموا، الشباب يقاوم في كل مكان، في الجامعة، في الحركة التلميذية، في الارياف، في البلدات، في الاحزاب، القوى الديمقراطية، الاكاديميين، المثقفين، الصحفيين، الحراير، النساء الديمقراطيين يقاومون في هذا المشروع الذي يريد ان يستأصل كل مقاومات التطور والتقدمية في تونس. لكن نقول هذا السرطان اللي ينخر فينا لابد من استئصاله، لابد من القضاء على هذا السرطان، سرطان حركة النهضة والاخوان المسلمين. هذا فرع من فروع الاخوان المسلمين في العالم، هذا وكلاء الاستعمار. وبالتالي ادعو شعبنا كما قال المناضل مجي الرحوي، الشعب تقيأ ذلك المجلس، ولا مجلس مقرف، مجلس متاع منح ومتاع غنايم ومتاع مرتبات. ادعو الشعب هذا لن يهبط في الساحات والشوارع ويستأصل حركة النهضة ويحاصر التأسيسي في 1 ماي لاقتلاعهم من جذورهم، لأن بقاهم يعني الموت، لأن بقاهم يعني الدكتاتورية، لأن بقاهم يعني الفتنة داخل تونس، لأن بقاهم يعني مزيد من بيعان البلاد، لأن بقاهم اليوم مزيد من تفقيرنا وتشويعنا. ريناهم اليوم آخر صفقة عملوهم على البنك الدولي، راهوا اللي جاي أخطر وأعظم الخياني، راهوا اليوم عملوا اتفاق مع البنك الدولي سيأتي على ما تبقى في البلاد من صحة ومن تعليم ومن ضوء ومن ماء ومن مواد أساسية. يا شعب رانا مقبلين على فترة اختيرة، مقبلين على أيام اختيرة. لابد أن نتوحد مع بعض، لابد أن تتوحد القوى الديمقراطية والتقدمية ومناضلي الاتحاد. الاتحاد هذا اللي هو الخندق المتقدم في مقاومة المشروع هذا، كيما كان الخندق المتقدم للاتحاد ومناضليه في مقاومة بن علي وفي ترحيل بن علي وفي دعم نضالات الحوض المنجمي، البروفة الأولى التي أسقطت الدكتاتور. لكن الدكتاتورية لم تسقط يا الأخوة، الدكتاتورية ما زالت اليوم بكل مرتكزاتها الاقتصادية الاجتماعية السياسية. ما نتغير في واقعنا. اخي عملنا ثورة احنا، وهم من يقول هناك ثورة. اليوم نقول حكومة الالتفاف على الثورة، اجهاض المسار الثوري في تونس.
هذا ما عادش حلمنا، لكن حلمنا أيها الأخوة سيبقى حلم الإنسانية جمعاء، وهو حلمنا اليوم أن نواصل مع بعضنا النضال من أجل استكمال أهداف ثورة الكرامة، ثورة الحرية، ثورة العدالة، ثورة الديمقراطية. وخلاني نحن سنواصل نضالنا. احنا عندنا أكثر من أسبوعين اليوم، ولا شرف أن نكون سباقين وبكل تواضع في سد الباب أمام خولجة الإدارة التونسية، أمام اختراق المرفق العمومي. نعم، شرف لا ندعيه، كما مناضلين شرف لا يدعوه أنهم اليوم يقاوموا في الدكتاتورية. الشعب هذا اللي اعطاه الرحيق نتاعو شكر بالعيد، الشهيد الوطني الديمقراطي على مذبح النضال الوطني والديمقراطي. الشعب هذا قادر أن يعطي شكر بالعيد آخر، وقادرين أن نقاوموا، وقادرين نعبدوا طريقنا بالدماء كما عبدت تونس بالدماء. يا شكري لا تهتم، حريات فداء بالدم. يا شكري لا تهتم، حريات فداء بالدم. يا شكري لا تهتم. كذلك نقول للمدير تلك رئيس المصلحة النهضوية، رئيس المصلحة النهضوية اللي تحبر في المقالات ضد زملائنا وتشوه فيهم عبر الصحافي معجور نعرفوه، يتعامل مع اللوبيات متاع المقاولين. رئيس المصلحة هذه الشريفة جدا ونظيفة، لماذا لم تتكلم على 20 زيتونة يستثمر فيها رئيس الفرع متاع الحنشة النهضة والخوانجي؟ لماذا لم تطرح اليوم توظيف المال العام في الحنشة 20 زيتونة وطرحناها أكثر 27 زيتون، يعني مع المدير السابق ومع هذا الإدارة ساكت عليه. عليه لأنه اليوم عنده علاقات برئيس المصلحة الإدارية والمالية. اليوم هي حرصت على أن تنتدب عناصر النهضة أيها الأخوة، بروها محلول للعناصر النهضوية، وتتعامل مع الأعوان على أساس اليوم إيديولوجية وفكرية، ما هيش إدارة غير محايدة. وأتهمها رأسا أن هذه رئيس المصلحة الإدارية والمالية تريد أن تدخل فتنة في أعمال التجهيز، تريد أن تضرب راس براس، تريد أن تدخلنا اليوم في خلافات وفي اليوم أشياء. لماذا؟ لأن الهدف بتاعهم ضرب الوحدة. نحن نلتقي لأن ما عندنا علاقات دينية، نلتقي على قاعدة أن نحن مضطهدين، نلتقي على قاعدة أن مظلومين، نلتقي على قاعدة أن اليوم مهددين حتى في قوتنا وقوت أولادنا ومكاسبنا. هذا هو اليوم الصراع مش ما بين متدين وغير متدين. هم المتدينين يا سيدي، هم المتدينين مرتمين بالاحضان المقاولين، هم المتدينين النهضويين طول النهار هما في زوايا الإدارة يخدموا مع المقاولين. هذا متخلقين يعطونا في دروس حول القيم الدينية والأخلاقية، يتعاملوا مع المقاولين، يتعاملوا مع المضاربين، المقاولين اللي اخترقوا الإدارة، المقاولين سحروا الإدارة. المعدات متاع عمل أيها الأخوة، تعرف يا حبيب أخ محمد يا مناضلين اللي احنا جردونا من كل مجالات العمل. الإدارة لا عاد فيها معدات، لا عاد فيها كراهب، لا عاد فيها ماكينات. الوزير ومدير الديوان متاعه النهضة والسليتي تعرفوه أيها الأخوة، له الجنسية الفرنسية. مدير الديوان دخل هذا في القائمة متاع انتخابات البلدية مع ساركوزي مع اليمين الفرنسي. اليوم مدير الديوان هذا اخذا كاميرا ب50 مليون لقناة نهضوية في وقت اللي عندنا زملائنا يتنقلوا في الكراهب متاعه اخر القرن 19. هالأيامات انتدبوا واحدة قريبة من أقرباء حكومة ترويكا بنوا لها دار ب30 مليون، في وقت اللي المعدات متاعنا ملوحة، في وقت اللي الفنيين متاعنا ورؤساء المصالح يتنقلوا على كراهب تاع إذلال. برا رامخ عملوا دورة في الإدارة، نخدموا في جحور، نخدموا في جحور. اليوم في وقت هذا مدير الديوان اللي عمل اجراء قص حتى الانترنت على المديرين. لماذا؟ للتعتيم على الجرائم اللي تمارس فيها حركة النهضة هو والوزير. اليوم عندنا مدير سابق واعتقل فعبنا عليه، قويدر هذا تعلقت به قضايا فساد في كابس، تعرفوا انت ونصبوه ولا؟ مدير بتاع تبرورة، يكافئ رموز الفساد والاستبداد والخيانة، اليوم نصبوه في تبرورة. هذا من اليوم مدين ايديهم اللي
لرموز الفساد والتجمع وبن علي. هم يخدموا مع بن علي. هو حزب المبادرة أعطى أصواته لحركة النهضة. اليوم حزب المبادرة مرجان وزير الدفاع بن علي أعطى أصواته لحركة النهضة. اليوم نداء تونس اللي يقول أنا ضده أنا قاعد معاه، لكن اليوم ما عندوش عركة مع نداء تونس على مشروع سياسي أو وطني، عنده عركة حزبية سياسية ضيقة. من ليس معي فهو ضدي، وبالتالي احنا نعتبره أن المعركة هذه هي معركة أحرار تونس، معركة الطبقة الكادحة والكادحين والشغالين والفلاحين، معركة القوى الديمقراطية والتقدمية، معركة النساء والرجال، معركة الفنانين والمبدعين، معركة الصحفيين اللي قاموا بن علي، معركة القضاة والمحامين، معركة اليوم اللي سلفها دم شكري بالعيد. وبالتالي أقول أن ما بيناتنا ثأر، ما بيناتنا وبيناتهم ثأر ودم، لكن احنا ثأر نراه لا بالسحل لا بالقمع لا بالإرهاب. احنا نقاومهم بماذا؟ نقاومهم بالفكر، بالثقافة، بالغناء، بالديمقراطية، نقاومهم بالكادحين، لن نقاومهم بالاغتيالات، لن نقاومهم بالسحر كما سحروا التنقل. احنا نقاومهم من خلال توحيد الشعب هذا، الكادحين وقوى الثورية، من اجل انجاز مهام التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي، من اجل استكمال اهداف الثورة المقدورة. الثورة هذه رغم انفهم المسار الثوري سيتواصل ما دام ثم قوى مناضلة ثورية، المسار الثوري سيتواصل ما دام ثم جياع، ما دام ثم فقراء، ما دام ثم دموع الارامل والشهداء. ماذا فعلوا في الشهداء؟ ماذا فعلوا في الجرحى؟ ماذا فعلوا اللي ضحوا بن علي؟ عاقبوهم ايها الاخوه، عاقبوهم ونكلوا بهم. اليوم قاعدين يجرموا حتى في اللي قاموا بن علي، يجرموا في الثوار، في الثوار اليوم يجرموا في الثوار، ويبعثوا في ابنائنا وبناتنا لسوريا. نسانا ولاو يبكيوا، امهاتنا يبكيوا بناتنا اليوم باسم جهاد النكاح في سوريا، وقاعدين يبعثوا اولادنا ما يسمى بالحرب المقدسه في سوريا، حرب قطر والامبرياليه والسعوديه. هؤلاء اقول لهم انكم اولئك اعداؤك يا وطني، اولئك اعداؤك يا وطني، هؤلاء اعداء، والعدو لا يتحول الى خروف وديع. العدو هو عدو، لا يكون حمل وديع، هو ذئب. وبالتالي علاقتنا بالذئاب هذه، علاقتنا بالفاشيه الجديده، هي علاقه صراع ومقاومه ونضال، ونعتبروا روحنا احنا متفائلين، لان التاريخ ما يمشي الامام، لانهم ضد التاريخ وضد الذاكره، لانهم ضد الحريه والديمقراطيه، لانهم عابرون. هم عابرون في كلام العابر، هم كانوا من وراء البحار، كانوا يتمتعوا بمتاع الغرب العلماني. الغنوشي شيخ الكذابين هذاك اللي حتى الايات يزور فيها، وعندي ايات استاذ جامعيه سليتي، ايات قرانيه يحاول في اياتها باه يفتي اللي نصيبه مش ياكل. عمل خطبه وجاب ايات قرانيه. هي عندي خطبه اليوم يحول في الايات. لماذا؟ باه يبرع نسيبه سهره الفضيحه نتاعو هذاك ما يسمى بشيراتون. بالتالي يا الاخوه احنا سنواصل النضال مع كل القوى الديمقراطيه، مع شعبنا، مع نسائنا، مع احرار البلاد هذه، من اجل اليوم استكمال اهداف الثوره. ونحن في الاداره اخواني، هذا على مسؤوليتنا. لن يدخل الاداره الا على جثتنا، لن يخترق اداره تجهيز الا على جثتنا. هؤلاء غرباء الاداره، هؤلاء شتات الافق، هؤلاء بنديه نتاع حركه النهضه والروابط، هؤلاء خلائق. احنا اليوم بالنسبه لنا سنقاوم الى اخر لحظه من اجل حمايه الاداره بتاعنا، ومن اجل حمايه حتى العيش المشترك مع بعضنا. كيف تصوروا روحكم انتم تخدموا مع واحد يا نساء يعتبركم عورات؟ كيف تصوروا روحكم يا نساء تخدموا مع واحد يعتبركم حريم؟ كيف تصوروا روحكم يا اخويا مع بال يقرروا فيهم حتى في الامن؟ حتى المناظرات اليوم اصبحت عند بعد ديني، حتى المناظره قالوا لهم في الاسئله اعطونا اول امراه حول يديها. يعني يلزمك تقول انت اليوم
تتبنى الدولة الدينية، تتبنى الحدود والشريعة، وتتبنى قص الأيادي الجياع والفقراء من أجل أنك تخدم. نقولوا لهم في بالي هذه صار خدكم يا عوان، مش ناصر نزالنا ولا نحب نتم ونكمل. السيد بتاع الحنشة احنا ولامس عملنا ساعتين احتجاج. اولا انه نطاول على زميلنا، ثانيا نسرق كهرباء من البارك بدون تعليمات من رئيس الوزراء، ثالثا انه يستغل في املاك الدولة الزيتون لمصالح خاصة. نقولوا اذا كان المدير من نهار اثنين نهار ثلاث ما خذاش في اجراء نعملوا له هذا عنده من يحتضنه في الاداره رئيس المصلحه الاداريه والماليه. اعتبرها دورها مش اداري، دورها غير محايد، دوره تحب تفتن، دوره تحب توحد. لكن قولوا لها انت جيتي من وراء البحار، احنا توحدنا عندنا سنوات. النقابه والاتحاد ومناضلين الاتحاد ولو نختلفوا مع بعضنا، ولو نختلفوا في التكتيكات، لو قد نكون نختلفوا، لكن الخط العام اللي يقودنا، الخط العام الوفاء لرموز الحركه النقابيه، الوفاء للشهداء، الوفاء لبلادنا، الوفاء لشعبنا، الوفاء اليوم لكل من قدم حبه عرق، لكل من قدم الدم من اجل ان نواصل تحرير بلادنا. لا بد ان نحرر بلادنا من الاستعمار الجديد. اعتبر ان حركه النهضه هي استعمار جديد. بارك الله فيكم وشكرا.